السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبتدي الكلام بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وخسارة مستحقة وغير مستحقة للنادي الأهلي أمام بالميراس البرازيلي بعد شوط أول، مش هقول خيالي، عالمي من النادي الأهلي. كان في دايما الأخطاء، لازم كده تبقى أنت النادي الأهلي. أنا عايز أقول والله يا جماعة، مفيش مدرب قدر يكسب فرق أمريكا اللاتينية سواء الجنوبية أو الشمالية غير موسيماني. موسيماني ده كسب بالميراس اللي كانت اقوى من الفرقه دي دلوقتي، كسبهم بضربات الجزاء وكان عامل عليهم ماتش. وكسب مونتيري 1-0 في برضه في البرونزيه بتاع كاس العالم اللي حقق فيها مرتين ورا بعض برونزيه. ما علينا، عشان انا مش هتكلم في التاريخ خلص. ده ليه دلوقتي في الحاضر. الشوط الاولاني انت ضاغط بالميراس بنسبه استحواذ 65%، وعامل 4 شوطات 4 هجمات. وسام ابو علي وتريزيجيه كانوا نقطه ضعف في الماتش. سام ابو علي تايه. محمد هاني، انا عايز اسالك سؤال واحد، انت بتلعب كوره ليه؟ يعني انت باك منتخب مصر وباك النادي الاهلي وبالمستوى السيء ده؟ والله يا ابني يعني لنا الله. والله الواحد اصلا قاعد يتفرج عليك، انت في كذا كوره الواد اصلا موريسيو واستيفاو كانوا لما لقوا ان هم مش عارفين يعدوا من ناحيه الشمال نقلوا على اليمين. يعني استيفاو الكره الوحيده اللي عدت من يحيى عطيه الله اللي خدها ورولا شاط، ستر ربنا ان هي اتشاطت ايه عكس الاتجاه. الشناوي كان واقف بيتفرج. الشناوي انا ما لوموش يا باشا، الجونين اصلا خلاص ما لوموش. الشوط الاولاني انت عامل استحواذ وضغط على فرقه بالميراس لدرجه ان احنا حسينا لا الاهلي يقدر يعمل حاجه. نفس هو ماتش فلامينجو، ماتش فلومينيزي، كل ماتش سواء بقى كولر سواء بقى مولر اي مدرب بتيجي تخسر قدام الناس بتاعت البرازيل. ليه؟ عشان انت ما عندكش اللي يخلص قدام، او معنى صح، مش عايز اقل ادبي، يعني الدلع خليها مشوها الدلع عشان الواحد ماسك نفسه بالعافيه. في ماتش انت كنت ابسط الخسائر تطلع متعادل. كلامي طلع حق يا جدعان لما قلت لكم ان احنا ضيعنا ماتش انتر ميامي اللي هو اسهل ماتش بفرقه العواجيز اللي ميسي كان بيلعبنا فيها على الواقف، عشان كل واحد عايز ياخد اللقطه، عشان تريزيجيه عايز يشوط الكوره ببيلنتي وناخد اللقطه، عشان الباشا وسام النهارده ليه تصريح قبلها سوف اسجل ثنائيتين في بالميراس وانتظروني وزيزو بيصنع لي. ماشي يا عم انت سجلت فينا. طبعا النهارده خط النص انا كل اللعيبه رجاله، اشرف داري، ياسر ابراهيم، محمد هاني انت علق، يحيى عطيه الله انت كويس لغايه بس كام كوره، انت بس ايه، انت ما بتغطيش حلو. يعني استيفاو عدى منك في الكوره اللي كانت هتيجي فينا جون. بس يعني اقول ايه، حمدي فتحي الله اكبر عليك يا ابني. مروان عطيه للاسف هيغيب، وللاسف انت خط النص عندك يعني محمد بن رمضان الله اكبر عليه. طبعا زيزو الراجل يعني عمل مجهود غير طبيعي وخرافي، رايح جاي وبيعمل وبيودي. نيجي بقى للحكم الانجليزي ابن الناس الكويسه، كرة طرد ولغى الطرد، والكرة اصلا طرد وكل المحللين قال لك طرد، وكرة دخول اللعيب بتاع طبعا طرد ريناتو فيجا، بعد كده موريسيو واللعيب التاني بتاع كولومبيا اللي هو خط النص. يعني على الاقل انت النهارده 2 طرد للفرقه البرازيليه كانوا يفرقوا في الشوط الاولاني. بس لا طبعا ازاي انت حكم انجليزي يا اخي، كتف ام الانجليز كلهم. ليه محسسنا انه الناس طبعا تقول لك انتوني تايلور؟ طب ده ليه كوارث اصلا في الدوري الانجليزي، ده ليه مشاكل مع ليفربول. حاجه تنرفز. ماتش النهارده انا ما اقدرش الوم على روبيرو. اي حد هيلوم على جوزيه روبيرو لا انت ما بتفهمش كوره. ريبيرو يا جماعه الشوط الاولاني كان محجم بالميراس، هما ما كانوش عارفين يلعبوا. استيفاو اللي خد جائزه احسن مباراه احسن لاعب في المباراه ما كانش موجود يا جدعان، ده هي كوره بس اللي هرب بيها.
انا كنت عارف وكنت قاعد مع حد بقول له خلي بالك الشوط الثاني ربنا يستر على الاهلي، لان الاهلي هيعمل غلطه تودي الدنيا في داهيه. وقد كانت. البي وسام بدل ما يشتت الكوره طبعا دخل في اشرف داري وهو لبسها في الشناوي. طبعا بقى انا بتكلم عن احسن باك في مصر، الباك الظهير العصري اللي بينام بعد العصر، كابتن محمد هاني. احسن باك يعني، ده انت عديت ارنولد يا جدع. انا بس المشكله، بس انا عايز افهم بس الناس حاجه، ان الناس في امريكا اللاتينيه واوروبا بيسفوا على بعض لو فرقه من افريقيا او اسيا كسبتهم. يعني من امبارح الناس عماله تسف على ريال مدريد وتقول لك الهلال عمل، بس الهلال معاه حوالي 10 11 اجنبي جوه القايمه. بس الكلام للاخوه الزملكاويه بيقول لك اصل الهلال اهو من غير دعم والننوس والكلام ده. يا اخي تليه في خيبتك يا اخي. رسالة بعد إذن أي إعلامي زملكاوي، سواء رضا عبد العال، خالد الغندور، كلكم هجاصين، أحمد عيد عبد الملك، ما يا عم ما تتفرجش علينا. أمال أنت بتقول إن النادي الأهلي يمثل نفسه إزاي وأنت بتيجي تقول يمثل مصر؟ يعني الرحمة حلوة يا جدعان. يعني أنا والله أنا كل اللي مضايقني بس إن أنت الشوط الأولاني أنت عامل مباراة جيم ند بند، محجم فرقة بالميراس. ليه بنيجي يعني ليه بنيجي بقى المشكلة في الماتش؟ انت خلاص انت المفروض تكسب او على الاقل تخطف هدف. طبعا جوزيه روبيرو لما لقى ان الدنيا خلاص قال لك خلاص بقى. طبعا لما الماتش وقف واللعيبه ريحت ورجع تاني عمل تغييرات بقى، طلع زفت الطين تريزيجيه ومش عارف مين، وخلاص بقى هنزل بقى الجوليادور قفشه اللي ما عملش حتى ب 2 جنيه، اللي هو انا نازل عشان اللقطه. انا بس يا جماعه ليا تعليق واحد، بلاش في بطوله نبقى عاملين الشو ده. انا كل ما ببقى عارف ان اي فرقه بتتعمل عليها الشو بيحصل فينا زي ماتش زي كاس العالم في روسيا، نفس الغلطه ونفس الخرا. رحنا اتغلبنا الثلاث مطوشه والشو الاعلامي وزي الزفت. حرق الدم بجد والله العظيم، حرق الدم. انا طبعا مش هقول لك بقى اصل الحكم ومش عارف ايه وكان طرد ومش طرد. يا باشا اعرف ان انت نازل بتلاعب الحكم وبتلاعب الفرقه. دايما كده في كرة القدم، ما بتلعب بطولة دولية عالمية اعرف ان انت بتلعب الحكم والناس دي. يعني الحمد لله الناس اللي عندها امل، وعمر زي ما كابتن مدحت شلبي قال هناك امل نعمل مع بورتو ونكسب ونصعد. لا، امل وعمر دي في مستشفى الوفاء والامل، الله يرضى عنك. يعني ما تضحكش على نفسك. بورتو اللي هو تالت الدوري البرتغالي، اللي هو حتى لو فرقة خش وقش وميه بتترش، الرجاله اللي كانت عامله ماتش مع بالميراس ومبهدلاهم ومبهدلين بعض، انت متخيل ان انت هتلاعب بورتو اللي هو فجر الاثنين اللي هو يعني لحد بالليل قوي؟ ربنا معانا. كاس عالم ان شاء الله جاي او كونتيننتال قريب ان شاء الله. نركز بقى في الدوري وفي افريقيا اللي جايين، عشان ايه يعني المنظر وحش. سلام عليكم.